بجذعه ولعبها بقوه، مش بس وجهها في المرمى. انا ما بحبش اشوف اللقطه دي يا جماعه، عشان اللقطه دي فيها قطع القريبه، ما بحبش اشوفها. تخيل لو كل فيرود في العالم قطع على القريبه، قد ايه العالم هيكون مكان جميل. معلش انا اسف، انا عارف ان انا عندي نقطه ضعف في الموضوع ده. ما هو انت دايما معاك مدافع، يعني هل انت هتعيش كمهاجم بدون مدافع؟ لا. ايه الفرق بقى بينك وبين المدافع اللي بيسبق؟ بص بسيطه ازاي، ما بنتكلمش كوره اهو، بنتكلم استغمايه. انت معاك مدافع لازم يلعب معاك مان. ايه الفرق بينك وبينه؟ يا اطول يا اسرع. ما دام انت مش اطول لازم تبقى اسرع. تبقى اسرع فين؟ في اتجاه الكوره. فتعمل ايه؟ تروح على القريبه، تجي لك على القريبه تحطها جول بس. المره دي على البعيده، بس خد الخطوتين وكان اسرع، ارجع تاني. الفرق في الكره دي او وجه الشبه بين الكره دي والكره اللي فاتت، رغم ان دي على البعيده ودي على القريبه، الخطوه اسرع. يعني انا وحماده السيد مدافع، انا كوليبالي مثلا، حماده السيد مدافع اسوان، احنا الاثنين ادركنا في لحظه ما ان الكره هتنط هنا. طب مين كان اسرع للكوره؟ مين كان اسرع؟ يعني حماده السيد مش عارف انها هتنط هنا، ما هو خد باله خلاص، لسه ما اترفعتش، انا لسه مش عارف، انا حماده السيد ولسه مش عارف. بعد ما شفتها خلاص انا تقديري انها نازله للنقطه دي. انا وانت واقفين جنب بعض والكره نازله هنا، مين هيسبق التاني للنقطه دي؟ كوليبالي جول. دي جت في العارضه، وكان دي من اماكن مختلفه، شفنا على القريبه شفنا على البعيده، هنا دي من نقطه الجزاء، وهو النقطه المواجهه لمنتصف المرمى بالظبط، ما هياش على البعيده ولا على القريبه. اذا الراجل على مستوى الضربات او الكرات العاليه مش بس بينفذها كويس، عشان بينفذها في ناس احيانا بتركز كل تفكيرها على هو لعبها ازاي بالهيد، لا، هو قبل ما يلعبها ازاي بالهيد، هو اتوجد لها ازاي، هو اتحرك لها ازاي، هو سبق المدافع اليها ازاي. الراجل ده بيلعب بيمينه، بس الراجل ده غمز الغمزه دي بشماله. خد بالك دي مش يعني احيانا كتير المهاجم بينفرد فيهم حاطط وش رجله، ومطرح ما تروح بقى، يعني ساعات تروح في المقص يبقى شكلها جميل جدا، تعدي من تحت باط الجون يبقى شكلها جول برده عادي، لكن نادرا لما اللعيب اللي بيلعب بيمينه يعرف يوجه بشماله، مش يحط وش رجله، لا يوجه. الكره دي صعوبتها مش انها بشماله، لا، صعوبتها ان فيها غمزه، فيها غمزه من فوق الجول، غمزه من فوق الجول، فدخلت جول. الكرة دي تبان احلى، مثلا استلم بشماله دب جول. تسالني انا عن رايي اللي فاتت اصعب، رغم ان دي تبان احلى طبعا، بس دي هو استلم وحط وش رجله، ما فيهاش توجيه قوي، يعني فيها روحي، لكن دي فيها روحي هنا. ده الفرق بين الاثنين من وجهه نظري يعني. بص عبد الله السعيد في الكرة دي، الكرة دي عن كوليبالي بس عبد الله عجبني قوي فيها. بص الباص بتاع عبد الله ده، بص الباص ده، بص الباص ده، استلم بشماله ووجه بشماله. نرجع تاني، مش عشان كوليبالي لا، بس يعني عبد الله السعيد بيمر بفتره، بالمناسبه فتره مستواه منخفض جدا فيها، لكن هنا البتاع ده مهم قوي. شوف عبد الله الاستلام واختراع المساحه، استلم خد المساحه، عينه فين؟ بص الباص معدي من كام واحد يا ولد. كوليبالي طبعا حطها بشماله، ونرجع ان احنا اصلا بنتكلم عن كوليبالي، بس فقره عبد الله دي يعني رغم ان عبد الله زي ما قلت بيأدي موسم او مش موسم، بيأدي فتره مش جيده، لكن طيب الراجل ده في واحد لواحد بيعمل ايه؟ بيرقص برضه سبحان الله وبياخد فاولات. واحد لواحد بيعمل ايه؟ بيعدي بالمهاره والقوه. شفناه بشماله وشفناه في العرضيه، وادي الواحد لواحد. هي كره التحدي، خدتوا بالكم اللي خد منها فاول، هي استلم، عشان برضه المدافعين اللي بيتفرجوا علينا، استلم غير اتجاهه. يعني لو خد بالنا، مش عايز ارجعها تاني، كره الاتحاد استلم غير اتجاهه. كره طنطا اول حاجه بيفكر فيها ايه لما بيستلم؟ اول حاجه بيفكر فيها ايه؟ استلم غير اتجاهه، اخد الفاول. ده كان عن صديقنا سليمان كوليبالي في الملعب، قادر برضه لسه انه ينتج حاجات شبه فيديوهات اليوتيوب. هننتظر الفترة الجاية ونشوف ايه تاني ممكن يقدمه لنا سليمان كوليبالي.
اتكلمنا قبل كده عن سموحه قبل مباراه الزمالك وسموحه، قلنا ان سموحه عنده مشكله دايما في خط الدفاع، وجبنا لقطات ونبهنا ساعتها، انا فاكر كويس، قلت المشكله مش دويدار بالذات او ياسر ابراهيم بالذات، المشكله في الدفاع دايما، سواء في قلبين الدفاع او في الباكين. امبارح كانت مباراه دجله وسموحه، تعالوا نتفرج على لقطه هي من دفاع سموحه، سواء بعدم كشف الاوفسايد بشكل جيد، او هي دايما بعدم كشف الاوفسايد بشكل جيد، ودايما الاعتماد بين اللعيبه على بعض، واللي راح بيها ميدو بنفس الطريقه 3 مرات. الاولى ابراهيم انضاي من ورا احمد حمص اللي بيغطي الاوفسايد تماما، ابراهيم انضاي حطها بره. لو رجعنا لها سريعا كده تاني هتشوف قلبين الدفاع واقفين وعاملين اوفسايد جيم، بس احمد حمص ملوش دعوه. طبعا هنا قلبين الدفاع عاملين اوفسايد جيم، ايمن اشرف مش قافل، مش مغطي الاوفسايد جيم، لكن لازم يعمل حسابه انه يرجع عشان لو الكره اتلعبت صح. فين احمد حمص؟ بعيد مغطيهم ب5 6 متر. اتكلمنا قبل كده عن المشكله دي او الثغره دي في خط دفاع سموحه. تاني فجأة انفراد عرفة السيد، هي بالظبط. ارجع كده تاني، انت فجأة بتبص بتلاقي الدفاع كله معتمد على نفسه وفي لعيب فالت في النص. سموحه كان بيلعب دفاع متقدم، والدفاع المتقدم ده كلفه اللقطه دي في الشوط الاول، اللقطه بتاعت ابراهيم نضاي، ودي لقطه في الشوط الثاني فجأة عرفة السيد منفرد براحته خالص. يلا نشوف واحده كمان. اللقطه دي مهمه جدا لان دي تسبب فيها طرد ايمن اشرف لاعب سموحه. كره طبعا سهله جدا بتضيع، بترجع يوسف اوباما انفراد وايمن اشرف مغطي. ايمن اشرف بيغلط وبيسبب في ضربه جزاء، بعدين بيغضب جدا، ما اعرفش كان غضبان من ايه الحقيقه، عامل ضربه جزاء يعني واضحه صريحه يعني. لكن دايما رباعي الدفاع عنده مشكله، اما 2 بيعتمدوا على 2 اللي بره، او الاثنين اللي جوه واحد فيهم بيعتمد على الثاني. المهم ان هم لما بيلعبوا دفاع متقدم دايما الكوره بتتلعب من وراهم. الكوره طبعا كان فيها طرد لايمن اشرف من ضربه جزاء طبعا بره قوي يعني، لكن طرد فيها ايمن اشرف ولعب سموحه 10 لعيبه رغم انه كان ممكن يكسب، لكن قضى اخر دقائق في المباراه بيلعب على التعادل عشان غلطه دفاعه المتكرره. دي كنا قلناها في سموحه. قلنا حاجه ثانيه كمان في سموحه، فاكرها؟ افكرك. قلنا دايما ان سموحه لما بيلعب ب2 في نص الملعب منهم واحد دايما جوه ال18، دايما واحد بيزيد يعمل زياده عدديه. وقلنا قبل كده كان فلان، بس فلان مصاب يبقى ما كانش فيه، وعلان برضه بيعملها، تيرتان بيعمل، اي حد بيلعب في نص ملعب سموحه دايما في واحد هولدنج وواحد بوكس تو بوكس. البوكس تو بوكس ده اول ما الكره بتبقى على الاجناب بتلاقيه جوه ال18 عشان يعمل كثافه عدديه زي ما هنشوف في اللقطه الجايه. ده مانجا. بص مانجا لما يسلم طبعا، معلش لا يعني معلش انا اسف جدا يعني. بالله عليك انت راجل مخرج، قالوا لك اخرج الماتش، بالله عليك. والكرة هجمه واعده يعني، الكرة الراجل معاه الكرة، خد بالك ده نص ملعب، المقاولين بقى بره اللعب، فالهجمه خطيره. فمانجا طاير وعنده مساحه وفي لعيبه طايره. لا نشوف احمد علي شويه بقى. لا يعني مهمه جدا. بص تقدر تلمح في عينه الماتش ماشي ازاي. يا جماعه حرام، يا جماعه ابوس ايديك تاني، والله ما انا سايبك، والله العظيم ما انا سايبك. ايه اللي جه في بالك كمخرج؟ يعني ايه الحاجه، ايه الفكره العبقريه اللي جت في بالك اللي قالت لك ان انا في اللحظه دي المشاهد عايز اشوف احمد علي؟ يعني قول لي، يعني صارحني. بوظت لي البيرو او مش شغال. ما باظ البيرو. عاجبك كده؟ اتبسطت كده؟ يا جماعه ما تجننيش ارجوك، ما تجننيش. ربنا عرفوه بالعقل. انا دلوقتي بتفرج على الماتش، انت سيادتك كمخرج بدورك ايه؟ تفرجني على الماتش وتفرجني باستخدام كاميرات مختلفه. فلو انا عايز اشوف اللقطه دي من قريب، عندك كاميرا هنا قريبه توريها لي افضل.
عايز توريها لي الناحيه الثانيه توريها لي من الناحيه الثانيه، فشوف الماتش بشكل كويس. لعيب عدى نص الملعب بتجيب احمد علي ليه؟ ارجوك جاوبني، ارجوك ما تجاوبنيش. اقف قدام المرايه اسال نفسك السؤال ده، ايه اللي جه في بالي في اللحظه دي خلاني اجيب احمد علي؟ يعني ايه اهميه وجود احمد، مع احترامنا لاحمد علي طبعا، ها؟ ايه اهميه وجود احمد علي في اللحظه دي؟ ممكن اعرف؟